لو الفيديو ده طلع لك فغالبا في حاجة واحدة واقفة ما بينك وما بين الشغل او سفر او حتى تطوير نفسك، انك تتعلم انجليزي. جربت طرق كتير قوي عشان اتعلم، وكل مرة كنت ببدأ بحماس واقف في نص الطريق لحد ما اكتشفت ان اللي كان ناقصني الطريقة، جمل جاهزة اقدر استخدمها فورا. وده اللي لقيته في مجموعة كتاب اهم 5000 جملة متسجل باكسنت امريكي واضح علشان تتعلم النطق صح، في اكتر من 5000 جملة في اهم مواقف الحياة اليومية. وده اللي ساعدني اتعلم اسرع وبشكل عملي. واللي عجبني جدا في التجربة دي الكتيبات اللي بتيجي مع الكتاب الاساسي. بعد ما قراتها كل افكاري عن الانجليزي اتغيرت، لانها مش مجرد نصايح، دي خلاصه تجارب من ناس بتتكلم 10 و15 لغه. وعلشان انا شخصيا حد مجرد ما بقلب الصفحه بنسى اللي انا ذاكرته، فلما لقيت كتاب ذاكره ضد النسيان عرفت ان اللي هذاكره بعد كده مش هنساه. ولو خايف انك تبداي منه تكسل، فاحب اقولك ان اكتر حاجه عجبتني هي الكتاب اللي موجود فيه الخطه بتاعه المذاكره اللي همشي. انا عن نفسي هبدا دلوقتي، فلو حابب تبدا معايا فهسيب لك اللينك اللي هتلاقي فيه كل اللي محتاجه في البايو.